اهلا. انا مهند، مش عارف انا ليه بعمل ده اصلا، وانا إيه اللي جابني هنا على يوتيوب. بس كواحد زهقان جدا، عندي برد بقالي يومين، اخنف، مش قادر اقوم من السرير. مسكت كتاب اشتريته وبعدها ركنته، اللي هو كتاب الدحيح ما وراء الكواليس، وقعدت اقرا فيه. الكتاب ده حسسني بالهام، الهام غريب جدا جاي من اني حسيت ان بعض الناس الناجحة دي شبهي في حاجات، بس الفرق بيني وبينهم اني عمري ما حاولت اعمل اي حاجة. بس انا مش عارف ايه هي الحاجه اللي المفروض اعملها دي، وانا لسه عندي 17 سنه يعني، فالعمر ما طارش ولا حاجه. فافتكرت جمله واحد صاحبي اسمه عبد الوهاب قالها لي وانا قاعد بشرح له ارتيفاكتس جنشن امباكت. ده عشوائي جدا بس المهم، وانا بشرح لقيته قاعد كده مستمع كده، فسألته ايه رايك يا عبود افتح قناه اشرح فيها، تحسيني انفع؟ بص لي كده بقرف وقال لي يا عم انت عبيط، تفتح ايه بس كمل شرح وانجزني، عايز اروح البيت ابويا هيفشخني. بعد تكملة الشرح وبعد ما خلصت وهو على الباب كده بصلي كده، بعد كده راح قال لي انت فعلا بتعرف تتكلم. بس كده بعد ما هو مشي الموقف علق معايا، لاني افتكرت ان كذا واحد قبل كده قال لي اني بين قوسين عندي كاريزما او بعرف اتكلم. فيعني انت لو نمت في نص الفيديو روح اشتم عبد الوهاب، متشتمنيش انا. المهم ان بسبب الموقف ده قلت طب ما اجرب افتح فيديو واتكلم، يمكن حد يقعد يسمع. وفي الاول وفي الاخر انا بعمل ده عشان كده كده عندي وقت فاضي، فمش هخسر حاجه. اظن دلوقتي انا عرفت انا ليه بعمل كده. فسلام.